السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. زي ما احنا شايفين كده عن جمال كورنيش اسكندرية. الحقيقة بعد التوسعة الوضع اتغير بجد. زي ما احنا شايفين كده 5 حارات مرورية في كل اتجاه، نظافة، جمال، سيولة مرورية. بس انا طبعا مش هسيبكم في حالكم، لازم افكركم بالماضي الأليم المؤلم. تعالوا كده نعمل باكورد او فلاش باك لكورنيش اسكندرية قبل التوسعة حتى لا ننسى. هنا برضو احنا في المنظرة والكورنيش. شفتوا بقى فرق الفرق بين بعد التوسعة وقبل التوسعة. الكورنيش هنا 3 حارات بالكاد مكفين بالعافية، يعني كانوا مكفينا احنا الاسكندرانية الاسكندرية بالعافية. في الصيف بقى والاجازات والحاجات دي طبعا بيبقى زحمة جدا، ما بيكفوناش لا احنا ولا الزوار. عشان كده الدولة اتجهت لتوسعة الكورنيش مع تطوير الشواطئ. فاكرين البرجولات دي لما كنا بنمشي ونصور من عليها الأجواء ونفتح بث مباشر؟ ياه والله يا زمن، ذكريات الماضي القريب الحزين الأليم. بصوا، هي كل حاجة لينا فيها ذكرى، يعني أنا من وقت للتاني بحب أشوف برضو الحاجات القديمة اللي قبل التطوير. هنروح للفيديو بتاعنا، ما تقلقوش. اخر التطورات بتاعه التوسعه دلوقتي الحمد لله يعتبر انتهت. هنا شواطئ العصافرة. الفيديو ده متصور يا جماعة في يونيو 2021، واحنا النهاردة الجمعة 16 يناير 2026. 5 سنين اتغيرت فيهم حاجات كتير ولسه بيتغير كمان، وداخلين على تطوير. بدأنا في المترو وداخلين في تطوير الترام وامبارح نزلت لكم أبو قير واللي بيحصل فيها. فالحقيقة يعني التغيير على قدم وساق. بصوا شاطئ البريفاج ده ممشى البريفاج قبل التطوير، ممشى البريفاج الحلو دلوقتي اللي احنا بنقف عليه ونصور ونفتح من عليه لايفات اهو. ده شاطئ البريفاج وده الممشى قبل التطوير. بصوا الزحمة عاملة ازاي، انتم متخيلين بقى دلوقتي البريفاج والممشى والكوبري هناك عاملين اتساع وسيولة مرورية ازاي. وده طبعا شاطئ محمود سعيد. المهم انا بس حابة اوريكم اخر حاجة، جنينة سيدي بشر. هنا برضو للذكرى ميامي، وهنا طبعا بير مسعود. وبرضو كويس ان احنا مصورين بير مسعود قبل عشان نشوفوا برضو بعد التطوير ونادي السيارات وشاطئ سيدي بشر والزحمة. بصوا شواطئ سيدي بشر هنا معمولة على جزء مرتفع، عشان انتوا بتقولوا احنا حطينا صخور وردمنا الشواطئ هتبقى فين. هتبقى على فكرة زي الوضع ده كده، زي كأنه كافيتيريا وكراسي وشماسي، وبعدين كده ننزل على البحر. واخر حاجة طبعا حديقة سيدي بشر حتى لا ننسى والذكريات. شواطئ سيدي بشر كانت متدمرة في الشتاء زي ما احنا عارفين، البحر كان بيطلع على البحر. وهنا حديقة سيدي بشر سابقا القديمة طبعا قبل التطوير. ونكمل بقى ايه الفيديو بتاعنا. ده الفيديو زي ما بقولك تصوير النهاردة الجمعة. نشوف اخر التطورات ونقول نهني بعضنا ونهني نفسنا على الانتهاء من التوسعة تماما رسميا. خلاص متبقي الرصف، يعني ان شاء الله قبل، يعني ان شاء الله مع اول فبراير هيكون خلاص مفيش اي حاجة متبقية من الكورنيش. هيتم رصف الجزء بتاع سيدي بشر، هنروح له ونشوفه. شايفين الجمال والسيولة والاتساع والنظافة، بس كان ينقصه زي ما بقول يعني التشجير. نتمنى الاهتمام بالتشجير حتى عند الجزر الوسطى، وعلى المواطنين مراعاة المرور من الإشارات والالتزام بالإشارات، لأن الناس بتعدي عشوائي. لحد دلوقتي الناس بتجري، وأنا بصور ولد والله كان بيجري، يعني العربيات ماشية وهو بيجري ولا منتظرين إشارة ولا أي حاجة. مش هو لوحده طبعا، في البعض بيمر ومش بيلتزم بالإشارات. وهنا وصلنا عند كوبري السادات وكوبري 45. تمام، برضو الكوبري عمل فرق شاسع. أنا يعني بستغرب من بعض التعليقات اللي بتقول ملوش أي لازمة. لا ليه لازمة كبيرة، احنا شفنا هنا الزحمة كانت بتبقى عاملة ازاي في الصيف يا جماعة. فهو فرق طبعا بشكل كبير جدا. وهنا الجزء بتاع ميامي ده، هنا وادي دجلة. احنا مش عارفين طبعا بعد تمام الانتهاء نادي وادي دجلة هياخد الجزء ده تاني ولا لأ. خلاص. وبعد كده زي ما احنا عارفين طبعا بير مسعود والتطوير اللي بيتم فيه، تطوير ساحة بير مسعود. نتمنى الحفاظ على الصخور وعلى طبيعة المكان بعد التطوير ان شاء الله. واهم حاجة تواجد فرد امن مرة ومليون، يعني هنقول لازم فرد امن بعد التطوير للحفاظ على التطوير. وسلوكيات الناس طبعا المفروض تتغير. هنا بقى دخلنا على الجزء المتبقي اللي هو خلاص ان شاء الله ده متبقي عليه ايام على فكرة على وضع الاسفلت. هنا الجزء من اول نادي السيارات لحد سيدي بشر، حديقة سيدي بشر او قبلها كمان اهو. مش متبقي شيء خالص. تمهيد الطريق تم، وضع الرمال، رفع المنسوب وتسوية المنسوب، وضع السن، دك الأرض، كل الحاجات دي تم الانتهاء منها.
متبقي على نزول الأسفلت. وطبعًا نزول الأسفلت إن شاء الله مش هياخد حاجة. هنا كده أهو كل ده تم الانتهاء منه، وكمان هنروح قدام حديقة سيدي بشر ونشوف اللي بيتم. فهو ده اللي عمل لنا الحقيقة أزمة شوية بعد نزلة كوبري محمد نجيب، كوبري اللواء المحجوب، ولكن بمجرد الرصف هنا فتح الطريق خلاص ما بقاش عندنا حاجة متبقية في كورنيش اسكندرية التوسعة. المشروع هيكون خلص إن شاء الله. هيلاقي هنا الجزء ده المتعثر هيلاقي سيولة مرورية كبيرة، لأن بصوا الحارات اللي هتتم 5 حارات لما يتضافوا هنا على الحارتين اللي موجودين فطبعا هيعمل فرق شاسع. هنا بقى بيتم عمل الجزيرة الوسطى اهو زي ما انتم شايفين، بيعملوا الانترلوك، بيتم تظبيط الجزيرة الوسطى ووضع احجار الانترلوك وكده. خلاص يعني الجزيرة الوسطى، وبعد كده نزول الاسفلت ونقول مبروك الانتهاء من توسعة كورنيش اسكندرية. الحقيقة من المشاريع المهمة جدا يعني في اسكندرية. بصوا اهو هنا ده المتبقي واللي فرقت بجد، يعني لان احنا في الصيف حرفيا اسكندرية كنا بنمشي بالعافية على طريق الكورنيش. هنا طبعا سيدي بشر، وفاكرين أزمة سيدي بشر وإشارة سيدي بشر زي ما بقول لكم الجزء ده الزحمة دي خلاص هتختفي بمجرد نزول الأسفلت والانتهاء من الجزيرة الوسطى. تمام، وبعد كده إن شاء الله ما يكونش متبقي حاجة. شواطئ بقى أبو هيف، شاطئ أبو هيف، إسحاق حلمي والسرايا برضو دلوقتي حاليا جاري تنظيف الشواطئ من الزلط والطوب والحاجات اللي كانت موجودة على الشاطئ مكان أعمال كوبري محمد نجيب، عشان إن شاء الله مع صيف 2026 يكون الشواطئ دي خلاص انتهت وتستقبل المصطفين. هنا أهو بوابة شاطئ أبو هيف زي ما انتم شايفين. الحفار بيطلع من البحر عشان بعد كده اللي يجي ينزل البحر ما يتعورش، بيطلع بقى لو كان متبقي احجار او اي حاجه من اثار الاعمال، وهيتم تنظيف الشاطئ ودعم الشواطئ طبعا برمال عشان تستعد لاستقبال بقى المصطفين واهل اسكندريه والزوار. وطبعا الرصيف اللي كان متر تم زيادة عرضه. يعني كده احنا نعتبر خلصنا، متبقي زي ما بقول لكم حاجات بسيطة جدا اللي شفناها في سيدي بشر. تمام كده. وكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، ويكون ان شاء الله التوسعة كده خلصت وانتهت. اتمنى اللي هي الجزر الوسطى اللي عند اليوترنات، بصوا هنا زرعوا اشجار، باقي الكورنيش يتم عمل فيه اشجار زي كده، لانها بجد لما الشجر ده هيكبر وهينمو هيعمل فرق شاسع في المظهر الجمالي، وكمان في التلوث وتقليل بقى زي ما احنا عارفين الشجر بيمتص ثاني اكسيد الكربون وهكذا حاجات بقى في العلوم. معلش دخلتكم في حصة علوم لان احنا عندنا امتحان اعدادية بكرة، دعواتكم بقى. اما عن الاجواء بعد النوة زي ما انتم شايفين كده، وكأن شيئا لم يكن، اسكندرية بترجع عروسة من تاني. بجد الجو النهاردة مشمس جميل، يعني ده كده قبل الغروب. دول طبعا يومين كده زي ما بنقول كده بريك عبال ايه عشان نستعد لنوة الغطاس، النوة القادمة اللي هتبقى ما بين 19 و20 يناير، بتبقى في النص التاني من يناير. ونشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم، جيجي رضوان.